عايزة أوقّف الإسهال. أكبر غلطة بتعملها الأمهات لمّا الطفل ييجي له نزلة معوية إن بيبقى هَمّها الشاغل إن هي إزاي توقّف الإسهال، ولكن الحقيقة إن أهم حاجة مش إن إحنا نوقّف الإسهال، أهم حاجة إن إحنا نمنع الجفاف وإن إحنا نعوّض الطفل بالسوايل اللي هو بيفقدها عشان ما يدخلش في جفاف. النزلة المعوية اللي هي عبارة عن إسهال بيكون عدد المرات زايد عن الطبيعي بتاع الطفل أو البراز بقى سايب عن الأول، بيكون معاها ساعات مغص، يكون معاها قيء أو ترجيع، وساعات في بعض المرات يبدأ الترجيع الأول وبعد كده ييجي الإسهال وده هنتكلم عليه في آخر الفيديو لوحده. أهم 5 خطوات تعالجي بيهم النزلة المعوية من البيت. أول حاجة الرضاعة، لو الطفل بيرضع صناعي أو طبيعي يكمل على الرضاعة، الرضاعة بتعوضه بالسوائل اللي هو بيفقدها. الحاجة التانية إن الرضاعة الطبيعية بتحسن المناعة وبكده تساعده إن هو يقاوم النزلة المعوية. تاني حاجة وهي الأكل، أهم حاجة إن الأكل يكون مسلوق، ياخد شوربة رز أو مَيّة رز، بطاطس مسلوقة، شوربة فراخ، خضار مسلوق، لحمة من غير دهون، ومن الفواكه ممكن ياخد الموز أو التفاح أو الجوافة. كمان الزبادي مهم مع النزلة المعوية لأنه بيزود المناعة ودي هنتكلم عليها لما نيجي نتكلم على البروبيوتيك. ممنوع أثناء النزلة المعوية إن هو ياخد أي حاجات جاهزة، العصاير الجاهزة، المشروبات الغازية زي ما بعض الأمم بتدي السفن ومفكرة إن هو بيمنع الإسهال، كل الحاجات دي ممنوعة. السكريات الزيادة زي العنب زي البرتقال زي اليوسفي ده ممنوع أثناء النزلة المعوية، كذلك الوجبات الجاهزة كلها ممنوعة أثناء النزلة المعوية. ثالث حاجة وهي محلول الجفاف وده أهم علاج بنعوض به الطفل. في نوعين موجودين، في النوع اللي هو الجاهز وفي الأكياس. الكيس بنجيب الكيس بيتحط على 200 سم مية، إما المية تكون مية معدنية أو مية بتغليها وتبرديها، ولكن لو غليت المية في حدود 24 ساعة تستخدميها، اللي زيادة عن كده بعد كده بترميه وتغلي مية تانية وتجهزيها. بعد كل نزلة إسهال بتدي الطفل من 10 مللي لكل كيلو، يعني لو طفل 5 كيلو بتديه 50 مللي. بتجيب سرنجة 5 سم وخلي بالك ده محلول ملح ممكن يخلي الطفل يرجع، فانت بتدي سنتي وتصبر عليه شويه وتدي سنتي تاني وتصبر عليه شويه شويه بشويه طول ما الطفل متقبل منك. بندي بعد كل مره اسهال بنعوضه بالكميه اللي فقدها وبكده بنمنع الجفاف، فاهم حاجه هو محلول الجفاف. رابع حاجه البريبيوتيك والزنك، نستخدم اي حاجه من البريبيوتيك اللي هي الحاجات اللي بتزود المناعه بتاع الجهاز الهضمي زي لاكتيل فورت او اي ادويه مشابهه ليها اللي هتظهر ورايا، دي بتزود البكتيريا النافعه اللي موجوده في الجهاز الهضمي فبتقلل النزلات المعويه. تاني حاجه وهي الزنك وده برضو بيحسن المناعه بتاع الجهاز الهضمي. لو الطفل اقل من 6 شهور بياخد 10 مللي جرام مره واحده يوميا، ولو الطفل اكتر من 6 شهور بياخد 10 مللي جرام مرتين يوميا وبياخده لمده 14 يوم. خامس حاجه وهي النظافه الشخصيه، لو الطفل كبير بنعوده دايما يغسل ايديه قبل الاكل وبعد الاكل. لو انت اللي بتجهزي له الاكل دايما قبل ما تتعاملي مع الطفل وبعد ما تتعاملي معاه نغسل ايدينا بالميه والصابون لمده 20 ثانيه. وخلي بالك كتير من الامهات من ضمن الاخطاء اللي بيعملوها مع اول النزله المعويه بتيجي هي باكج على بعضها كده مجموعه الاسهال، يجيبوا ادويه كتيره مضاد حيوي على فلاجيل ويبداوا يدوا للطفل. كتير من الادويه دي ملهاش اي فايده. اهم خطوات هم الخمس خطوات اللي قلناهم. المضاد الحيوي مش مهم الا بوصف الطبيب في حالات معينه قليله لان غالب النزلات المعويه بيكون فيروسيه. الفلاجيل كذلك مش مهم الا في حاله واحده، دي اللي قلت لك عليها في اول الفيديو، لو الطفل جاله قيء الاول وبعد كده جاله اسهال وبيكون معاها ريحه نفاذه للبراز، درجه لو الطفل لابس حفاضه بتشم ريحه اسهال من على بعد من قبل ما تقرب لطفله وقبل ما تغيري له، زائد بيكون موجود في البراز مخاط وده معناها ان هو هنا محتاج الفلاجيل بس بياخده بالجرعه اللي يحددها الطبيب او الادويه البديله للفلاجيل. الفلاجيل كدواء ليه كتير من المشاكل معانا. اول حاجه طعمه مش كويس فبيخلي الطفل يبقى عنده ميل للقيء او الترجيع. الحاجه تانية بيعمل مغص وبيكون مضر للكبد فما بناخدوش الا بوصف الطبيب وبالجرعه المظبوطه. المضاد الحيوي مضر مع النزله المعويه الا لو كان السبب بكتيري فما ينفعش ناخد مضاد حيوي مع النزله المعويه. امتى لازم تروحي للطبيب فورا؟ كل الخمس خطوات دي بتعملوهم في البيت عشان نمنع الجفاف ونعالج الطفل اللي غالبا بيستجيب للخمس خطوات، لكن بعض الاطفال ما بيستجيبوش بسهوله وده لازم نروح بهم للطبيب، خاصه لو القيء مستمر عمال بيرجع كل حاجه بياخدها حتى الرضاعه والاكل بيرجعه، في الوقت ده لازم نروح للطبيب. لو البول بدا يقل، لو بدات تظهر عليه علامات الجفاف زي البول القليل، بدا اللسان يبقى ناشف وشفايفه ناشفه، بدات تبقى عينيه داخله لجوه، بدات الرضاعه تقل، لو الحراره كانت عاليه 39 فما فوق، او لو كان في دم في البراز. فخلي بالك النزله المعويه زي ما قلت الغالب بيكون فيروسيه. اهم حاجه ان احنا نعوض نمنع الطفل يخش في جفاف ونعوضه بالسوائل وبالاكل اللي يمنعه يخش في جفاف. مش اهم حاجه ان احنا نوقف الاسهال. الاسهال هو رد فعل من الجسم بينظف بطن الطفل نتيجه للعدوى والسموم اللي موجوده مع النزلات المعويه، فاهم حاجه ان احنا نمنع الجفاف مش ان احنا نوقف الاسهال. دمتم في امان الله وانتم في اتم صحه واحسن حال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.